السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك. دقيقتين في الإنجليزي إن شاء الله هتفيدكم نقول معلومة جديدة. كلمتين هنعرف الفرق بينهم ونستخدمهم إمتى. كلمة dialogue وكلمة monologue. dialogue دي كلمة معروفة خصوصا في الامتحانات، سؤال الديالوج. فالديالوج ده عبارة عن حوار بين شخص وبين شخص تاني، بين شخص تالت، بين شخص رابع. المهم لازم يكون في شخص وشخص تاني وقباله، الاتنين بيتكلموا مع بعض. ممكن تكون محادثات بقى في الحوارات اللي بتحصل اليومية بيننا وبين صحابنا أو غيره، الحوارات اللي بتحصل في الأفلام، في المسرحيات، حتى الحوارات والمحادثات اللي بتحصل بين الدول ممكن نستخدم فيها كلمة ديالوج. أوكي. مونولوج بقى عكسها. مونولوج ده حوار بيقوم بيه شخص واحد، الشخص ده بيعرض أفكاره، بيعرض حوار معين عن مشاعره، اوكي، بدون اي تفاعل مع الجمهور او مع الاودينس، هو لوحده بس اللي بيتكلم. وبرضه في فيلم، في مسرحيه، مونولوج بتاع اسماعيل ياسين، حتى الكلمه مشهوره كانها عربي، مونولوج او مونولوجيست، هي اصلها انجليزي. اوكي. طيب بدون تفاعل مع الجمهور، يعني خلي بالك من دي، مفيش تفاعل مع الجمهور في المونولوج، هو اللي بيعرض افكاره وهو اللي بيعرض مشاعره لوحده بس. طيب نيجي بقى لفتة للسبيلنج بتاع الكلمة. كلمة ديالوج هتلاقي في الآخر اليو والإي، الحرفين دول مش بيتنطقوا. أوكي. طب هي محفوظة ليه أصلا؟ يعني الحرفين موجودين وما بننطقهمش. ده بالنسبة للبريتش انجلش، الجماعة البريطانيين بيحافظوا على الروتس أو على الهيستوري بتاع الكلمة. السبيلنج متاخد من الكلمة فرنساوي، والجماعة الفرنساويين واخدينها من اللاتيني. اوكي. فعشان كده سايبينها زي ما هي. فالجماعه يعني البريطانيين بيحافظوا بقى على الاصول والحاجات اللي هم واخدينها من الناس وكده، يعني مسله وغيره يعني. فهو ده اصل الحكايه. لكن بقى تيجي بقى على العكس مع الجماعه الامريكان. اوكي. هتلاقي الديالوج اخرج حرف الجي يبقى اخرج صوت الجه. خلاص يو اي دي مش عايزينها، خلاص ما بنحبش كلام كتير ولا بنحب حاجات ملهاش لازمه. فده الفرق بين الاثنين. ديالوج يو اي ده بريطاني، مفيش يو اي ده امريكي. معلومة كمان بالنسبة لمونولوج. مونولوج زي ما قلت من شوية حوار بيقوم بشخص واحد بيعبر عن شعوره وعن أفكاره وهكذا. طب ينفع نستخدم الكلمة دي في سياق الدعاء مثلا أو المناجاة أو الحوار مع الله سبحانه وتعالى؟ لا. قال لك ما ينفعش تستخدم الكلمة دي، غير مناسبة وغير ملائمة بالمرة. طب نستخدم مكانها prayer دعاء، استخدم مكانها supplication مناجاة وهكذا. لكن الكلمة نفسها مونولوج ما نستخدمهاش. شجع المحتوى الهادف، مش هتخسر حاجة، مش هتخسر حاجة.